هيب سعد، أستاذ تربية بدنية ورياضة، اختصاص رياضة الكاراتيه. الحمد لله معناتها السنة جات نتيجة في المتناول قدام التعب والمجهود اللي تعدينا به. النتيجة عبارة على كأسين أصاغر وصغريات و7 ميداليات، 4 ذهبية، 2 فضية وواحدة برونزية. والله الحق الصعوبات ديما موجودة، لكن البرمجة معناتها بديناها من أول عام وخططنا لها من أول عام، والحمد لله معناتها لقينا تجاوب كبير من قبل التلامذة نتاعنا. وحتى معناتها في العطل كانت فما متابعة، عطيتهم برنامج معناتها يكملوا يخدموا به، خاطر تعرف معناتها لا كونتينيتي معناتها شرط اساسي في التدريب. والحمد لله معناتها راهي الصعوبات سواء على مستوى الجهه ولا على المستوى الوطني موجوده، لكن الحمد لله معناتها تجاوزناها وكانت النتيجه في المتناول. نقوم اليوم بتكريم مجموعه من تلاميذ المعهد، تلامذه متميزين في رياضه الكاراتيه. التلامذة هذوما تحصلوا على 7 ميداليات في الأدوار النهائية للرياضة المدرسية التي انتظمت بالحي الأولمبي بالمنزه يوم 16 أبريل 2016. التلامذة تحصلوا على 7 ميداليات ذهبية، وبالمناسبة نحب نتوجه بتحية شكر وتقدير للأستاذ المتميز سي وهيب سعد على المجهودات المبذولة مع التلامذة هذوما. عم ناول نتذكر انهم تحصلوا على 2 ميداليات ذهبيه فقط السنه، وكجبنا 7 ميداليات وان شاء الله، و2 كؤوس كاسي الاصاغر والصغريات زاده بنفس المناسبه. وان شاء الله القادم احسن. وبالمناسبه زاده نتوجه بتحيه شكر وتقدير لزميلته، يعني سي وهيب ما خدمش وحده من بدايه السنه الدراسيه. نحب نحيي مدام ابتسام شعبان، زاد أستاذ كاراتيه في المعهد معنا، ولو أنها السنة ما خدمتش معنا برشا لأنها تغيبت شوية وهي حاليا في عطلة ولادة. ملاك النملاغي، بروميير سبور، ليسي فرحات حشاد بيزيغ. تحت تحصلت على 2 ميداي دور تحت إشراف الأستاذ مسيو وهيب سعد. بعد تحصلت على 2 ميداي دور بعد تعب كبير، ميداي كاتا وكيميتي في بطولة كيس تونس في الأصاغر صغريات. نقدم فرحانة برشا، نقدم 2 ميداي للكوتش مسيو وهيب بن سعد، علي النبلاغي هو الانترونور نتاعي. نقدم أول حاجة نقدمها لمسيو وهيب سعد، هو اللي تعب معنا أكثر واحد، والمدير الليسي نتاعنا، ومدام ابتسام هي الانترونور نتاعنا نتاع الكاتا، واللونترنر نتاعي سيفيل علي النبلاغي اللي هو اللونترنر نتاعي، وبابا ربي يخليه لي طول في عمره. اسمي محمد ويدر، نقرا بروميير سبور. تحصلت على ميدالية ذهبية في الكاتا وميدالية فضية في الكوميتي بعد تعب كبير تحت إشراف الأستاذ وهيب بن سعد. كانت اللعبة صعيبة برشا، لعبنا مع ديزادفرسير من ليكيب ناسيونال. ونهدي الميداليات هذوما الأستاذ سي وهيب بن سعد والليسي تاعي فرحات حشاد.